عاوزة اعرف بقى انت ليه تشتري من بره واحنا بنعمله في البيت بالكفاءة والحلاوة دي كلها؟ ده زبدة يا اخواتي، ما هوش فول ده خالص. بصوا يا حبايبي، انا ماما النهارده جايبه ايه نص كيلو فول كده. قالت بقى تعمله معاكم عشان طبعا اللي حابب يدمس بقى ايه لرمضان. بصوا يا حبايبي، ماما جايبه نص كيلو فول وملت الايه الفواله كده لحد نصها خلاص. ولازم تكون يا جماعه الميه بتغلي. ماما بقى بتحط معاكم ايه الفول دلوقتي ايه واحده واحده. شفتوا اللي طارت دي؟ كده بقى خلاص. بعد ما هو حاطط ايه النص كيلو الفول في الفواله، معانا هنا ايه 3 معالق كبار كده عدس. العدس ده يا جماعه بيديله تطعيمه تحفه جدا، هو والجزر. خلاص. الجزر قد ايه؟ جزرايه كبيره. ماشي. ماما هنا كانت بشرب جزرايه كبيره و3 معالق عدس هنحطهم ايه كده على الفول عشان يتسلق معاه. والله يا جماعه، بصوا، اتحداكوا ان لقيتوا طعم فول بالجمال ده. ماما هنا بتحط هنا ايه بتوريلكوا هنا معلقه صغيره هتمليها كده ايه من الكركم ده بيديله اللون الكهرمان اللي انت شفتوه في اول الفيديو ده. تحفه جدا. جميل جمال ملهوش مثال فعلا. هتتحدي بيه فعلا افخم عربيات الفول. طعم يا جماعه ده كفايه طعمه. طعمه والله حكايه لوحده. انتوا عارفين اما استوى لقيت ماما جايبه طبق فول لوحده وقعدت تاكله حكايه. زبده كده يا اخواتي، مشوا على الطريقه بالظبط، هتعشقوا بجد. هنا بقى ماما بتحط الليمونه. تحطي ليمونه كامله كده بتعصرها يا جماعه، ما تحطوهاش بقشرها علشان خاطر ما تمررش معاكم الفول. خلاص. الطريقه دي يا جماعه سهله وسريعه قوي لاي واحده بقى ايه بتحب الفول. طبعا هو اساسي بقى ايه على السفره بتاعتنا كده في السحور حكايه. بصوا بقى يا جميله انت وهي، إيه نص كيلو الفول بياخد 3 معالق كبار خل. ماشي يا جماعه، الخل ده حلو جدا بيساعده في التسويه. وهو ما شاء الله الفول ده يا جماعه فول بلدي، بيبقى حلو قوي قوي افضل من الفول التاني ده. الفول ايه البلدي ده جميل جدا، بيبقى حلو قوي، بيبقى ما شاء الله عليه كله لحم كده. هنا بقى ايه ماما بتقلبهم كويس جدا وهتغطي بقى عليه. بس هنا بتقول هنا ايه شايفين هنا ماما بتقول لكم هنا لازم النار تبقى هاديه، ما ينفعش تبقى تعلقه عشان ايه الفول ما يتحرقش منك. شايفين انا كنت هنا بشيل الجزرايه دي. شايفين هنا بقى ماما هنا بقى بتغطيها وبتقول لكم هنا سيبوا بقى، ومش كل شويه يعني ينفع نفتح عليه كده الغطا. ليه بقى؟ علشان يا جماعه ما يسودش منك. خلاص. لازم ايه تنيكي مغطياه، عايزه تشوفيه كل ساعة ولا حاجة تشوفيه. لو محتاج مية تفتحيه مرة واحدة وتزودي له المية بتاعته. خلاص. ما ينفعش تفتحي ايه كل شوية زي ما هو بتقولكوا كده في الفيديو. شايفين هنا بقى هو بتقولكوا هنا كان خلاص استوى، كان زبدة. شايفين زبدة جدا. هنا بقى ايه في الحته دي بقى ماما ايه جايبه هنا شويه ميه صغيرين كده في كوبايه صغيره ومعلقه كبيره من النشا. ليه بقى؟ عشان ايه نخلي الفول بقى ايه حلوين كده يلف بقى. هي دي بقى الايه الخطوه السر بتاعه في الحته دي. في ناس ممكن تحط له شويه رز، في ناس ممكن تحط له دقيق، اعملي اللي انت عايزاه براحتك. بس ماما دايما بتعمله بالنشا. خلاص. معلقه كبيره كده نشا على شويه ميه صغيرين، وهتنزل بقى ايه على الفول كده واحده واحده وتسيبوه يغلي شويه صغيرين مع النشا دي. هتشوفوا قوامه بقى في الاخر يا جماعه حكايه، والله تحفه. شوفوا هنا بقى ماما بتقلبه. طبعا انا ماما فتحتش على الفواله دي يا جماعه غير مره واحده، وهي اساسا بتشوف الفول معاكم وبتحط له النشا. ولو احتاج منك باكد تاني، ولو احتاج منك ميه وهو بيستوي تحط له ميه سخنه. ما ينفعش تحطي له ميه ايه بارده علشان خاطر ما يحسونش منك كده. شايفين بقى يا جماعه بقى كان قوامه بعد ما غلى بقى مع النشا بقى مدياله قوام كريمي حكايه. شايفين الفول عامل ازاي في الطبق؟ ولا شويه الكركم دول مخلينه كهرمان. طبعا ماما عاملاه معاكم بالتفصيل قبل كده، هسيب لكم برده اللينك بتاعه في صندوق الوصف. ماما ما كانتش حاطه له في الوقت ده كركم، كانت الطريقه وهميه اللهم بارك. كانت في اسبوع جايبه 6000 مشاهده، كانت حكايه. شايفين هنا بقى ماما برضه هتوريكم فولايه. كان سخن جدا على ايديها، قولوا لها بقى تسلم ايديكي. شايفين زبده 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 يعني. يلا بقى جربوه يا حبايبي. متنسوناش بقى ايه في اللايك والاشتراك، ومتنسوناش بقى في الكومنتات الجميله بتاعتكم. مع السلامه.